السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن مميزات شركة لاستر، وقلنا ان احنا هنكمل بقية الكلام اللي مش هيخلص. اول حاجة قلنا ان انت بتستفادي، ان الشركة اسمها مسمع في كل مصر. هي نمبر 1 بقالها 10 سنين. انا بعيد الكلام تاني عشان اللي ما سمعوش الفيديو. الشركة حاصلة على شهادة الايزو. الشركة وصلت للعالمية. الشركة بتصنع المنتجات بتقنية النانو تكنولوجي. شوفوا لحد دلوقتي 6 مميزات. كفايه بس ان انت لما بترمي بوست زي ما انا ما قلت لك، او قلت لكل الناس المره اللي فاتت. كل الناس بتسال على منتجات لاستر وبتدور عليها، يعني مش قادره اقول لك ازاي. كفايه انك ما بتتعبيش في التسويق. كفايه حاجات كتير، كفايه اسم لاستر نفسه. فدلوقتي اللي انا عايزه بقى اكلمكم فيه مميزات الاي دي، او الاي دي اللي هي بتقدمه شركه لاستر ليكم. فانتوا عايزين تفهموا بالتفصيل ايه مميزات الاي دي ده، وهل الاي دي فعلا كان ليه وقت واتقفل، ولا لسه ما اتقفلش، ولا هيتقفل، ولا ايه؟ طيب مبدئيا كده، الاي دي ده اتعمل ان هو يحفظ الشركة او يحمي كل اعضاء الشركة او موزعات الشركة، ويتعرف مين تبع مين ومين تبع مين، علشان محدش ياخد حد من حد، ولا حد يدي لحد يكون مش من طرفه. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، هو جواه مميزات بقى، اللي هو انت عضوة في شركة لاستر. في شركة لاستر بتعمل رحلات. الرحلات دي انت بتبقي مشتركة فيها. طالما معاكي الاي دي بتبقى رحلات مجانية. زي مثلا رحلات ايه، زي رحلات المصيف. هي عملت رحلات عمرة مخفضة، يعني اتعمل بالفعل رحلات عمرة مخفضة السنة اللي فاتت، لكن السنة دي اتعمل بالفعل رحلات مصيف مجانية من غير ولا جنيه. تمام. الرحلات دي والسنة اللي فاتت اتعمل، او مش السنة اللي فاتت بقى، رمضان اللي فات اتعملت حفل افطار لحاملي الكروت بتاعة الاي دي. فقط هم اللي كانوا يقدروا يدخلوا ويقدروا يفطروا في الاطعام ده او الافطار ده. دي برضو مميزات الاي دي. طيب انا دلوقتي، هل انا يا مدام دعاء ده يأثر عليا لو انا زوجي مثلا عامل لنا تأمين في مكان او حاجة؟ يا جماعة، هو الاي دي ماشي واحدة واحدة، هو لسه ما تفعلش نظام التأمين الصحي. بس حتى لو اتفعل فاكيد زوجك عامل لنفسه، مش عامل لك انت، لكن انت لو متأمن عليكي طبعا في تأمين تاني. انا يعني ما اقدرش اقولك اشتركي، وما اقدرش اقولك ما تشتركيش عشان ما تضيعيش على نفسك المميزات. فاشتركي، ولما يجي ساعة حكاية التأمين دي نبقى ساعتها مثلا نبقى في فصل من التأمين، هيبقى فيها حل. لكن ما تضيعيش على نفسك الميزة بتاعة الاي دي، لان الناس كتير جدا بتحاول دلوقتي انها تعمل الايديهات دي ومش عارفة تعملها. اللي انا عرفته انه خلاص كان من بداية شهر 7 ان الايديهات اتقفلت، وان دي كانت اخر ايديهات هتتعمل للموزعين. يعني فيما معناه انه مفيش موزعات تاني هتدخل تشتغل جملة تاني. فعشان كده انا كنت بقعد اقول لكم مرارا وتكرارا: يا جماعة، اشتركوا، اشتغلوا، اعملوا الاي دي. شوفوا ايه اللي ناقصكم واشتغلوا عليه. شوفوا عايزين تعملوا ايه واعملوه. انا مش عارفة هي الاضاءة الشمس انا مش واخدة بالي، بس يعني انا حاسة ان انا صورتي باينة. المهم انه انا قعدت اقول مرارا وتكرارا: يا جماعة اشتركوا واعملوا، علشان لو باب الايديهات اتقفل هتبقى فيها مشكلة. وبرضو الناس ما سمعتش الكلام. ما علينا، اللي لحق لحق خلاص، واللي بقى موزع في شركة لاستر خلاص، شركة لاستر العالمية، عشان خلاص شركة لاستر بقت عالمية. انتوا عارفين طبعا احنا فتحنا فرع في الامارات، وان شاء الله باقي الدول العربية عن قريب. فدي كانت مميزات الاي دي اللي انتي بتتميزي بيها. طيب هل يا مدام دعاء انا كموزعة ومعايا الاي دي انا ليا ميزة عن اي موزعة تانية معهاش الاي دي؟
كفاية إنِّك لمّا حد بيقول أنا عايز موزع معتمد من شركة لاستر تنزّلي صورة الID حتى لو من غير صورتِك، يعني تاخدي بس الكلام إن اسمِك مثلًا فلانة الفلانية وتشخبطي على وشِّك، أو مثلًا ما تكتبيش اسمِك طبعًا بالكامل برضه تشخبطي عليه. ده بكفاية جدًا، جدًا، جدًا إن أنتِ تنزّلي لحد عشان يثق فيكِ، لإن الحاجات دي بتخلّي العُملا فعلًا بجد يثقوا فيكم ويشتروا المنتجات وهُم مغمضين. أنتِ كده موزّعة مُعتمدة وما حدّش يقدر يضرب الID ده، يعني ما تقوليليش برضه عشان ما تجيش تسأليني في سؤال وتقولي لي الID ده هو بيتضرب يا مدام دعاء، أقول لِك لأ، ما حدّش يقدر يضربه، لإنه هو معمول بتقنية مخصوصة أو بطريقة مخصوصة للشركة، وبيتعمل باسطمبة مخصوصة للشركة، فمعروف ما حدش هيقدر يضربه. تمام، تمام. طب أنا يا مدام دعاء دلوقتي ما لحقتش أعمل الID، أعمل إيه؟ وأنا مشتركة معاكِ من فترة. طب يا جماعة إحنا دوّرنا مرّة و2 و3 و10 ونادينا عليكم وعلى كل الجروبات، وبقيتوا بتقول يا خلقي يا ناس، يا اللي عايز تعمل ID، يا اللي ما عملتش ID. أعمل أنا إيه؟ بعد ما الشركة قفلت الأيديات أعمل أنا إيه؟ هاتي لي سكرين يا حبيبة قلبي بإن أنتِ الID، إن أنتِ تاريخ الانضمام بتاعِك. على فكرة إحنا بنعمل الID بالطريقة دي عشان تبقوا عارفين برضه، إحنا بنودّي الاسم والتليفون والعنوان وتاريخ الانضمام بسكرين، ويكون جروب لاستر بس ما يكونش حاجة تانية، و والموزعة التابع ليها، يعني حضرتِك تكتبي لي أنتِ تبع مدام دعاء والّا تبع مين والّا تبع مين، ما ممكن تكوني تحتيّا بس تبع حد تاني، يعني تبع حد تحتيّا. تكتبي لي كل بياناتِك، كل ده إحنا بنبعته، ابعتيه لي وأنا أبعت للشركة وأقول لهم والله يا جماعة الست دي مثلًا كانت ناسية الصور عليها، ما كانش معاها صورة شخصية، لإن أنتِ بتبعتي لنا صورة شخصية، بتبعتي لنا صورة البطاقة عشان تبقي فاهمة يعني، كل الحاجات دي. وربنا ييسّر لو قدرت. أنا جات لي آخر دفعة أيديهات أو كروت ليكم امبارح، هاستلمها النهارده، المندوب أخدها وخلاص أنا هاستلمها النهارده. فأنتم يعني بجد يا جماعة لو حد قدامه فرصة في أي حاجة إن هو يعملها في الشركة ما يترددش. أنتم كده مش خسرانين حاجة. لما تعملوها مثلا وتيجوا تشيلوا منها حاجة أو تلغوا منها حاجة أو كده، هيبقى أسهل من إنك ما عملتيهاش خالص وتيجي تقولي أصل أنا عايزة أعملها دلوقتي. هيبقى ساعتها الوقت عدى وإحنا مش هنعرف نتصرف. تمام. الكلام للجداد وللي فاتوا ولدلوقتي، اللي بيكلموني الأيام دي عايزين يشتغلوا معايا وعايزين يعملوا ID، اللي بيكلموني عايزين بيسألوا عن الشغل وعايزين يعرفوا مميزات الشركة كلها وكل حاجة. بُصّوا الصوت هنا هيبقى عالي جدًا، فأنا مش هاقدر أكمّل الفيديو. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الصوت مش مغطي على صوتي إن شاء الله بإذن الله.